اما ريجاردنج سي في اس اكشن بقى، فعملت لك اصوات كامله للنيترس. نيترس كان لوحده والباقيين لوحدهم، وده لعلمك اطول سيستم هنتكلم في الاكشن بتاعه. قول لي يا عم النيترس انت تعمل ايه؟ قلت لك بيعمل 1 و2. 1 راح للبلمونري فيزل جنب الالفيولاي وعمل فازو كونستريكشن. ليه كده يا عم النيترس؟ بدايتك مش حلوه. عارف ليه؟ لان كده بيعمل لك بالمونري هايبرتنشن وبيزود لك البي في ار بالمونري فاسكولار ريزيستنس. انا قلت لك اي ريزيستنس تروح تلعب على التون بتاع البلاد فيزل، لو ضيقته عن طريق الفازو كونستريكشن فانت بتزود الريزيستنس، لو وسعته يبقى انت بتقلل الريزيستنس. فاكر الكلام ده؟ طيب كده عندي حالات ما ينفعش استخدم فيها النيترس، منها A و B. A عيان عنده بالمونري هايبرتنشن لانه مش ناقص، تروح تعمل له بالمونري فازو كونستريكشن وتزود هايبرتنشن. تاني حاله وناس كتير مش فاهمينها، العيان اللي عنده انترا كاردياك شنط. الشنط بيبقى لها اتجاه يا شباب، في رايت تو ليفت شنط، وفي ناس ثانيه عندهم شيفت تو رايت. احنا هنمنع النيترس في العيان اللي عنده رايت تو ليفت. اشمعنى؟ في الانستيزيا مانجمنت وما اجمل الفهم والنظام. وما تيجي عنده كورس كلينيكال في سي في اس هتستمتع بالكلام ده باذن الله عز وجل. العيان اللي عنده رايت تو ليفت شنط، تخيل انت رحت قدام الرايت فينتريكل وزودت المقاومه اللي قدامه اللي اسمها بي في ار. ايه اللي يحصل؟ الدم بدل ما يطلع من الرايت فينتريكل او الرايت سايد اوف ذا هارت ويطلع في البلمونري ارتري، هيلاقي سكه اسهل الا وهي الشنط، لان المقاومه قدامه هتبقى كبيره، صح؟ فانت كده حضرتك لما بتزود البي في ار عن طريق النيترس هتزود الشنطه اكتر واكتر. تعرف اصلا الانستيزيا مانجمنت بتاع الحاله دي بيبقى ايه؟ انك تعمل العكس حضرتك. روح قلل المقاومه قدام الناحيه اليمين، قلل البي في ار، وروح زود المقاومه قدام الناحيه الشمال عشان ما تشجعش الدم انه يروح من الرايت للليفت. كلام منطقي والله، يعني احنا مش بنحفظ ابدا. وانا عودت الناس اللي معايا سواء في الكلينيكال او حضرتك وانت معايا في الفاندمنتال انك تبقى فاهم اصل المعلومه، فتلاقي كل حاجه ماشيه سهله وبسيطه بفضل الله من غير ما تحتاج تحفظ حاجه. طيب ده كده الاكشن الاولاني بتاعك يا عم النيترس على سي في اس. قول لي الاكشن التاني. نروح بقى للهارت نفسه، لقينا ان احنا هنعمل حاجتين برضو على الهارت. قول لي ايه هما الحاجتين؟ كل الفولاتايل بصفه عامه على السي في اس هقول لك كمان شويه بيروحوا على الميوكارديوم يعملوا له انهبيشن، يعني الكونتراكتيليتي تقل وبالتالي السيرك فوليوم هيقل معاك. ده اسمه دايركت اكشن. ماشي، انت فرقت ايه يا عم النيترس عن غيرك من الانهيليشنال؟ لقينا ان النيترس شبه الكيتامين في الحته دي. وخلي بالك النيترس والكيتامين مختلفين عن اقرانهم في كل عيله، لكن هما الاتنين شبه بعض جدا. النيترس في عيله الانهيليشن انستيك، كيتامين في عيله الاي في انستيك. شاذين عن الاخرين لكنهم متشابهين مع بعض. لقينا ان النيترس زي الكيتامين بيعمل اندايركت مايوكاردال ستيميليشن او اكزايتيشن، يعني مره عمل دايركت انهبيشن ومره عمل اندايركت اكزايتيشن. قبل ما تقول لي ازاي بيعمل اندايركت اكزايتيشن، القوه دي اكبر ولا القوه دي؟ ما انت كده بيعمل اتنين اكشن اوبوزنج لبعض. لقينا ان الاندايركت اكزايتيشن اكبر من الدايركت انهبيشن. وادي يا سيدي باين في عدد الماينس هنا 1 اما عدد البلس هنا 2. فالاند ريزلت ان هتلاقي الكونتراكتيليتي زادت، يعني السيرك فوليوم زاد والكاردياك اوتبوت زاد، بس زاد بالايه؟ بالاندايركت. خلي بالك من الحته دي. قول لي بقى الاندايركت بيحصل ازاي؟ لقينا ان كل من الكيتامين الجميل والنيترس الجميل بيروحوا يشغلوا السمباسو ادرينال باسوي بطريقه زياده. يعني يا عم السمباثيك نيرفس سيستم اشتغل اكتر، روح زود لي الهارت ريت وزود لي الستروك فوليوم. نخبط على الادرينال مضله ونقول لها لو سمحتي طلعي لي كميه كاتيكولامينز، ادرينالين، نورو ادرينالين، دوبامين. يروحوا برضو يشتغلوا على بيتا 1 الموجوده في الميوكارديوم بتاع الفنتركل فيزود الستروك فوليوم، ويروح يشتغل على بيتا 1 الموجوده في الاس نود فيزود هارت ريت. يعني هذا السيستم اللي هو اسمه سمباسو ادرينال سيستم هيشتغل اكتر بفضل الكيتامين والنيترس، فيروح يزود لك هارت ريت والستروك فوليوم. عندي هنا بقى كلينيكال ابليكيشن. تخيل ان هذا السمباسو ادرينال باسوي لاي سبب وقف، اتعطل، انهبيتد، كونسيومد، اي احتماليه، تعرف تستنتج ايه اللي هيحصل؟ الاندايركت اكزايتيشن مش هتحصل. مين اللي هيتبقى؟ الدايركت انهبيشن. ساعتها فعلا يحصل دايركت انهبيتوري افكت على الميوكارديوم، هو اللي بريدومينيت ويقل الستروك فوليوم والكاردياك اوتبوت. طب ما تقول لي ايه الحالات اللي بيخلص فيها السمباسو ادرينال باسوي او يستهلك؟ عندي اكتر من حاله كلهم منطقيين جدا. الليت شوك، من الكلمه الاهم كلمه ليت. في حاله الشوك في الاول الجسم يحاول يعوض، يعمل كومبنسيشن،
وبنعمل اكتيفيشن للسمباثيك والادرينال باسواي. طول ما الوقت بيعدي انت قاعد تستهلك كل النيرو ادرينالين كيميكال ترانسميتر اللي موجود في السمباثيك سيستم لغايه ما تفضي تماما، لان انت دي الكميه بعد ما تخلص محتاج وقت عشان تصنع جديد. وكذلك الادرينال مضله بتفضي كل المخزون بتاعها من الكاتوكولامين، وبعدين هنحتاج وقت تاني عشان نصنع. فلما نيجي في مرحله الليت شوك نكون خلصنا واستهلكنا فعلا السمباثيك سيستم والادرينال مضله سيستم، ضغط العيان قليل والعيان شوكد مننا، في احسن حاجه ادي العيان ده كيتامين وافتح له نيترس. اقول لك لا حضرتك، لو العيان جاي متاخر في الكيتامين والنيترس هيعملوا دايركت مايكاردال انهبيشن. يبقوا حلوين في الاول، حلوين في الهاي بوتنشال، حلوين في الهايبو برفيوجن لان هم بيشغلوا له السمباث وادرينال باسواي. عيان تاني بياخد سمباثوليتيك زي بيتا بلوكر، لان اصلا انت كنت محتاج بيتا 1 بتاع الهارت عشان يشتغل عليها السمباثيك ويشتغل عليها كاتوكولامين. فلو عيان بياخد بيتا 1 بلوكر او بيتا 1 اند 2 بلوكر خلاص الدنيا قافله، خلاص مش هيعمل الايفكت بتاعه. عيان واخد اوبيويد بلارج دوز السمباثيك بيحصل له انهبيشن. عيان هارت فيلير اصلا يعني يروح السمباثيك يروح الكاتوكولامينز يلاقوا الهارت مش قادر يقوم مش قادر يضرب. انت في حاله من الهارت فيلير خصوصا لو كان كرونيك هارت فيلير، فالدايركت انهبيشن بتاعهم هيظهر في مثل هذه الحالات. قاعد فيسيولوجيكال كونديشن يزود لك السلوب فوليوم كاردياك ابوت وحط معاهم هارت ريت